أفضل 8 مسلسلات سورية سوف تعرض في رمضان 2024. وراح حط رابط الجزء الثاني من هذا الفيديو في صندوق الوصف عند عرضه. ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. والآن سنبدأ الفيديو. مسلسل الوشم هو دراما اجتماعية. إخراج عمار تميم. وتأليف قاسم لويس. تدور حكاية المسلسل حول عائلة مكونة من رجل متزوج من امرأتين ولديه بنات فقط. وتسعى كل واحدة منهم بإنجاب صبي. وتبدأ المنافسة بينهم وتبدأ المكائد والدسائس. وتلعب هذين الدورين الفنانتين عهد ديب وأريج جذور. والزوج هو المنتج والممثل عاطف حوشان. وأخته الكبيرة الفنانة القديرة فادية خطاب. يلي بتسعى بتزويج أخيها زوجة ثالثة. أبطال المسلسل: وفاء مصلي، فادية خطاب، ريم عبد العزيز، أمانة والي، علي كريم، دانا جبر، رضوان قنطار، وهاني شاهين، والعديد من الممثلين. مسلسل بين أهلي، من إخراج تامر إسحاق، وتأليف فؤاد شربجي، وإنتاج شركة قنبض للإنتاج الفني. والمسلسل من الدراما الشامية. طاقم العمل: أيمن زيدان، سلوم حداد، صباح بركات، عبد الفتاح المزين، صفاء سلطان، عبير شمس الدين. أحداث المسلسل تدور ببداية عام 1940 خلال فترة الاحتلال الفرنسي في بيئة شامية وصفها بالناضجة والحية يتفاعل فيها الحب مع الشر. مسلسل أغمض عينيك تراني، وهو دراما اجتماعي إنسانية تستهدف العائلة، حيث يتناول بعض مشاكل الأسرية التي تؤثر على المجتمعات العربية. تدور القصة عن طفل مريض تحاول والدته تأمين حياة طبيعية مستقرة له، وما يترتب على ذلك من تبعات عائلية. بطولة: منى واصف، وأمل عرفت، فايز قزح، وعبد المنعم عميري، وأحمد الأحمد، وحلا رجب. نوع المسلسل: دراما عائلي. وتأليف لؤي النوري ومحمد المنفي. إخراج مأمون الملا. مسلسل كسر عظم، الموسم الثاني، السراديب، وهو الجزء الجديد من سلسلة كسر عظم، والذي ينضم إلى قائمة المسلسلات الرمضانية السورية المنتظرة. المسلسل هو تتمة لقصة الجزء الأول، يلي بيعالج مجموعة قضايا اجتماعية بدمشق، منها قضايا الشباب ومشاكلهم، وقضايا رؤوس الأموال المتداخلة بالسلطة. وتم تصوير العمل بلبنان والإمارات. بطولة: رشيد عساف، وفايز قزق. نوع المسلسل: دراما. إخراج: كناني اسكندراني. وإنتاج شركة كلاكيت ميديا. مسلسل عزك يا شام، وهو دراما شامية بأسلوب مختلف. المسلسل يندرج تحت إطار البيئة الشامية، والعمل بيدور حول حارة شامية اسمها حارة العنبر. والعمل يتناول بكل حلقة قصة مختلفة جديدة ومشوقة. العمل من تأليف الكاتبين نادين سمير خليل ومحمد حميرة، من إخراج رشاد كوكاش، ومن أعمال شركة أشرف للإنتاج والتوزيع الفني. والتصوير تم في بيوت دمشقية عدة، والمدينة السينمائية في دير علي بريف دمشق. طاقم العمل: الفنان فايز قزق، وسعد مينا، وفاء مصلي، جيني إسبر، صباح بركات، عبير شمس الدين، حسام تحسين بيك، وأندري إسكاف، وغيرهم كتير. مسلسل شر البلية هو مسلسل سوري يشارك في قائمة المسلسلات السورية، ويتناول قضايا واقعية بطريقة كوميدية ساخرة. ويتمتع بتأليف مجموعة من الكتاب بقيادة زياد ساري. بطولة: باسم ياخور، نادين تحسين بيك، حلا رجب، سلمى المصري. إخراج وائل أبو شعر. ويدور المسلسل حول أبو عرب، وهو الممثل باسم ياخور الذي يعرف بلسانه اللاذع وروح الدعابة. ويواجه أبو عرب
العديد من المواقف الصعبة في حياته اليومية، سواء في العمل أو مع عائلته أو مع أصدقائه. ولكنه يحاول دائما التعامل مع هذه المواقف بذكاء وروح الدعابة، مستخدما أسلوبه الساخر في نقد الواقع الاجتماعي. ويقدم المسلسل كوميديا اجتماعية ذكية تلامس قضايا واقعية. ويناقش المسلسل العديد من المواضيع مثل الفساد، البطالة، الفقر، العلاقات الاجتماعية. لكنه يفعل ذلك بطريقة كوميدية خفيفة، تخفف من حدة هذه المواضيع، وتجعلها أكثر سهولة على المشاهد. يتوقع أن يكون مسلسل شر البلية من المسلسلات الناجحة في رمضان 2024، فهو يجمع بين الكوميديا الجيدة والطرح الواقعي الجريء. سوف تعرض على قناة سوريا دراما، قناة سما، قناة MBC، وقناة أبو ظبي. مسلسل تاج، من إخراج سامر البرقاوي، وتأليف عمر أبو سعدة، وإنتاج الصباح. وأبطال المسلسل: تايم حسن، بسام كوسة، جوان خضر، نورا رحال، فايا يونان، وأندري إسكاف. وسوف يعرض على شبكة MBC وتطبيق شاهد. والعمل ليس بيئة شامية ولكن فانتازيا. وبيحكي العمل عن شخصية تاج، يلي بجسد الدور الفنان تايم حسن، وهو ملاكم ويعاني بسبب تمسكه بقيمه الوطنية. أما رياض بيك، بجسد دوره بسام كوسة، فهو تاجر فرنسي، بيكون متواطئ مع الفرنسيين بالخفاء. وتدور أحداث القصة حول حقبة خمسينيات القرن الماضي قبل استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي بسنوات قليلة. مسلسل العربجي الموسم الثاني سوف تعرض على قناة LBC اللبنانية وقناة رؤيا. والعمل من تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج ناجي طعمي، وإنتاج شركة جولدن لاين. أبطال المسلسل: سلوم حداد، باسم ياخور، ديما قندلف، نادين خوري، فارس ياغي، دلع نادر. ودخول شخصيات جديدة ستقلب الأحداث وتغير المجريات، مثل الفنان ليث المفتي ورما زين العابدين. احتل المسلسل المرتبة الأولى من ضمن 5 مسلسلات بحثا على موقع جوجل في سوريا وتركيا والعالم خلال شهر رمضان الماضي. تأتي أحداث الجزء الثاني استكمالا للصراعات والمفاجآت التي تركها الجزء الأول، حيث شهد صراعا ملحميا بلا نهاية بين أبو حمزة وابنه بسبب سعاد. ولكن يعود عبد العربجي بقوة بعد سيطرته على مخزون القمح ويخطط للانتقام، ويقلب الموازين رأسا على عقب. ويتوقع أن الموسم الثاني سيكون مليئا بالتشويق والإثارة. والآن وصلنا لنهاية الجزء الأول من الفيديو. لا تنسوا أن تخبروني أي مسلسل متحمسون لمتابعته. وشكرا للمتابعة.